لا 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 لا، مش حلوة بحقي يا جماعة. نص متابعيني من الشام وما أعمل الملوخية على الطريقة السورية. والله يا جماعة اللي ما جربها حرفيا راح عليه كتير. بتشهي القلب. أنا متعودة أعملها على طريقتنا الفلسطينية أو الأردنية البوراني، ولكن هاي حرفيا ما بترحم. طبعا احنا بفلسطين والاردن بنعملها على الشكلين، الناعمه والورق، ولكن الملوخيه على الطريقه السوريه عسل 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 يا جماعه، عسل. لازم تجربوها. يلا ننزل على التعليقات، نصلي على الرسول، اكسب اجر انا وانتو. ايضا تحطوا لي لايك لهذا الفيديو فضلا ليس امرا، كتير بتفيدوني باللايك. ونقول بسم الله ونبدأ. كيف ما شفتوا أنا بغسل الملوخية مرة ومرتين وعشرة لحتى تصير معي المي صافية 100%. بعد هيك بفردها على فوطة نظيفة وبتركها لحد ما تتهوى معانا تماما. وأنا عم بفرد فيها بفقدها، بشوف الورقات اللي مضروبين بشيلهم. شوفوا الورق هلأ الملوخية أخضر وبشهي القلب، عسل 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 يا جماعة. خرج تفريز إذا حابين تفرزوها. بعد هيك حبدأ إني أطبق فيها على طول. عندي هون الدجاج اللي راح استخدمه بوصفة اليوم. انا حستخدم صدور الدجاج، فيكم تستخدموا دجاجة كاملة، الصدور، الافخاد، كيف ما بتحبوا كيف ما بتفضلوا. بوصفة اليوم هم كسوريين بحبوا يستخدموا اما سمنة او زيت زيتون، وكتير بهمني لو تصححوا لي المعلومات اذا انا بحكي صح او لا. بعد هيك حبدأ اني اشوح بالدجاج عادي جدا. اول ما بياخد معي صدمة على طول ببلش اني اضيف المطيبات. اكيد فيك تتبعي طريقتك بالسلق، ولكن انا حقول لكم كيف انا بسلق الدجاج، وكيف لازم يكون معانا مرقة الدجاج بالنسبة للملوخية صافية بالمية. فشو في خطواتي. ضفت انا عود من القرفة، وبضيف بصلة، بضيف حبهان مطحون، وبضيف فلفل اسود. حرارة الغاز هون عندي بتكون على الوسط، لا عالية كتير اني احرق الدجاج، انا ما بدي اياه ياخد معي لون، ولا على الواطي حتى الدجاج ما ينزل كلياته العصارة. فبتركه لحد ما يتشوح معي. بغطيه وبحسب له على الساعة 10 دقايق على حرارة متوسطة كيف ما قلت لكم. بعد هيك برجع بشوح فيه كيف ما عم بتشوفوا، وبضيف له مي سخنة بتغلي حصريا. ما بيزبط للدجاج متى ما بدأ يدخل بمرحلة السواء أو حتى اللحمة إن نضيف له مي باردة، رح يشد معاكم ويركب راسه هالدجاج ويطول ليستوي. فبضيف له مي سخنة تقريبا لتر مش أكتر من هيك، وبترك الدجاج ليستوي معانا كامل السوا. هون رح أبدأ إني أعمل بالملوخية. رح أضيف معلقة كبيرة من السمنة، وحبدأ إني أشوح بالملوخية بهاي الطريقة الواضحة قدامكم. طبعا هاي الخطوات إحنا كلياتنا بنعملها بفلسطين والأردن وسوريا، بلاد الشام أجمع. تمام. ولكن أنا حابة أحكي هاي التفاصيل للناس اللي حابة إنها تجربها. بمجرد ما شمت الملوخية عنا النار على طول بتدبل، يعني قد ما حطيتي بترجع بتدبل. فأنا حبلش أضيف الملوخية تدريجيا. أول ما بتتشوح معي بهذا الشكل برجع بضيف كمان دفعة وبكمل تشويح لأخلص كليات الملوخية. أنا تقريبا بوصفتي اليوم مستخدمة كيلو إلا ربع من الملوخية المقطفة. تمام. بسوريا تحديدا بحبوا يعملوها منشفة، يعني هم لما بضبوها منشفة ورق مثل ما هي، وبخزنوها. عندما بدهم يستخدموها بطولوها من الكيس اللي خزنوها فيه، وبيغسلوها بمي مرة ومرتين وثلاثة، وبيعصروها كتير منيح، وبتبعوا نفس الخطوات اللي احنا عم نعملها هلأ بدل الملوخية الورق. عندي هون الدجاج استوى معي كامل السواه. رح انشل الدجاج وباخد المرقة وبغمر الملوخية. هون انت حرة كيف بتحبوها، تكون معاكم صوصها زيادة، وفي ناس بحبوها ناشفة حتى يغمسوها بالعيش، فما بيكتروا مرقة. ولكن انا ضفت ما يقارب 4 أكواب من مرقة الدجاج. ضفت مكعب مرقة الدجاج، وبضيف ملح، وبتركها لتتسبك معانا شي 5 دقايق. عندي هون معلقة كبيرة من السمنة أو زيت الزيتون كيف ما قلت لكم. رح أضيف ما يقارب راس كامل من الثوم، أنا مقطعاه لقطع صغيرة كيف ما عم بتشوفوا. حبدأ أشوح بالثوم ليبدأ ياخد معي لون ذهبي جميل. حضيف ربع معلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة. أنا بحب أعمل ميكس بين الكزبرة المطحونة وبين الخضرة. لو متاح عندك خضرة ضيفيها بدون المطحونة، ولو
متاح عندك بس المطحونة كيف ما بتحبوا كيف ما بتفضلوا. هون الدجاج عندي كيف ما عم بتشوفوا فسخته، ولو مستخدمين دجاجة كاملة برضه فسخوها، يعني احنا بنتخلص من العظم وبنتخلص من الجلد تماما، وبفسخه لقطع كبيرة وبضيفه فوق الملوخية. على طول بنزل بالكزبرة والثوم وبتركه ليتسبك لمجرد 10 دقايق مش أكتر من هيك. حقيقي بتشهي القلب. احنا بفلسطين والأردن ممكن نحط لها لحمة راس عصفور، ممكن نحط لها لحمة مفرومة خشنة مجمرشة، وأيام بحطوا لها دجاج. بس أهل سوريا هيك بيعملوها. لازم تجربوها، بتتقدم جنب الرز بالشعرية، وحقيقي من أطيب الوصفات اللي ممكن تجربوها. ما تستغربوش وما تحكموش عليها إلا لما تجربوها. ألف صحة وعافية مقدما. دمتم بألف خير، بشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو كتير كتير قريب، وباي باي.